السلام عليكم. كان حد سألني سؤال قبل كده في الفايبريشن او الدايناميك اناليسيس. قال لي احنا ازاي بنحدد عدد المود شيب؟ يعني انا لو عندي السيستم ده انا بعمل له دايناميك بيهيفير او بدرس الدايناميك بيهيفير بتاعه على الانسيس او الفايبريشن بتاعه، اختار كام مود شيب. طبعا الطلبه اللي في الكليه تقول لي لو احنا خدنا حاجه اللي هي ايه، ان انت لو عندك السيستم بتاع 2 ديجري فريدم فانت بتختار يبقى عندك 2 مود شيب واثنين ناتشورال فريكونسي، 2 ناتشورال فريكونسي. طيب، القصه هنا بقى هو كان سؤاله جاي منين اصلا؟ ان احنا اصلا لما بنيجي ندرس الديناميك بيهيفير فاحنا بنروح للفاينايت اليمنت يعني. فالفاينايت اليمنت موديل انا بعمل عمليه تقسيم للجسم بتاعي، فبيبقى عندي كذا ديجريز اوف فريدم. يعني انا لو عندي التصميم ده بعمل له ميشنج، فانا بقسم الشكل بتاعي لاشكال صغيره اللي هي اشكال فاينايت. فبيبقى عندي على حسب الاليمنت اللي بستخدمه، هل 1 دي 2 دي 3 دي اليمنت، فكل اليمنت بيبقى ليه كذا نود وكل نود بيبقى عندها كذا ديجريز اوف فريدم. فالشاهد ان انا لما بيبقى عندي تصميم ووديه الانسys بيبقى عندي كذا ديجري فريدم. يعني مثلا ممكن يكون عندي 1000 ديجريز اوف فريدم، ممكن 2000 3000 10000 على حسب السيستم بتاعك، وعلى حسب العمليه دي بتوقف على ايه قصه الميشنج بتاعتك اللي انت عاملها. طيب، اصبح عندي عدد كتير قوي من الديجريز اوف فريدم. اكيد انا مش هساوي يعني لو عندي 1000 ديجريز اوف فريدم، مش من العملي ان انا ادرس ال1000 مود شيب، مش من عملي خالص. ليه؟ لان لو حد تاني خد التصميم ده ممكن يكبر الاليمنت في الميشنج فيعمل عدد جرافيتي اقل، فهيدرس نفس لا، القصه مش كده خالص. طيب، ايه بقى الحاجه الجفرنت او الحاكمه اللي تقول لك انت محتاج تدرس 10 مود شيب، 15 مود شيب، 20 مود شيب؟ ممكن تكتفي باول 5 مود شيب بس على فكره. ايه بقى القصه؟ في ايه؟ على حسب السيستم الدايناميك بيهيفير بتاع السيستم بتاعك. انا هدي مثال دلوقتي، والمثال ده ان شاء الله ايه يحل مشكله كبيره، يعني يحل ايه، يحل الازمه اللي في دماغك، او يحل السؤال، يكون اجابه على السؤال ده. القصه في ايه؟ انا لو عندي تصميم، انا جايب ورقه اهو، لو عندي تصميم مثلا بليته زي دي، لو نفتكر دي بليته مثلا، البليته ديت مثلا هنحط عليها موتور. تمام، هنصمم عليها موتور، ده مثال بسيط خالص. تمام. فانت عندك الموتور ده دي دايناميك بيهيفير ليه بيعمل فايبريشن وهو متثبت على البليته دي. تمام. فانت محتاج تشوف انت هتجيب الموشي. تمام. وده الموتور اللي عندك ده ليه اكزايتنج فريكوانسي معينه، فانت بتجيب الاكزايتنج فريكوانسي بتاعه الموتور بتاعك، وليكن مثلا يعني 500 هرتز. ورحت انت مثلا جبت اول 5 مود شيب للدايناميك بيهيفير بتاع السيستم ده. اول 5 مود شيب قدام من الناتشورال فريكونسي بتاعتهم، فجبت الخامس مثلا ناتشورال فريكونسي جبت 200. اقول لك لا، انت لسه محتاج تريس مود شيب تاني، هات مود شيب تاني لحد ما المود شيب بتاعتك ديت تعدي ال 500 هرتز. يعني مثلا لو جيت عند 10 مود شيب وجيت قصاده لقيت الناتشورال فريكونسي بتاعته 400 هرتز، لا اقول لك علي كمان. لازما المود شيب بتاعتك اللي انت بتدرسها تعدي ال 500 هرتز بتوعه الموتور اللي هيتثبت على البليته دي، لان هو ده مصدر الفايبريشن. فانت ما تجيش تدرس لاول 4 5 مود شيب وانت اصلا ما جبتش الناتشورال فريكوانسي، ما عدتش الاكزايتنج فريكوانسي بتاعه الموتور اللي انت دارس بسببه اصلا الدايناميك بتاع السيستم ده. يعني مثلا لو البليته دي لوحدها مش مثبت على موتور، ايه اللي يخليني مثلا ادرس الدايناميك بيهيفير بتاعها؟ انا داخل ادرس الدايناميك بيهيفير بتاع السيستم ده علشان في موتور هيتثبت ويعمل لي فايبريشن، فالاكزايتنج فريكوانسي بتاعه الموتور ده 500 هرتز، فانا محتاج اجيب عدد مود شيب يعدي ال 500 هرتز. ليه بقى؟ لان لو تصادف ان الناتشورال فريكوانسي بتاعت السيستم ده تساوت مع الاكزايتنج فريكوانسي بتاعت الموتور ده، هيحصل ريزونانس باختصار خالص. بس هي دي القصه. فكل الحاجات الجفرنت او الحاكمه بتاعت السيستم بتاعك هي اللي بتحتم عليك انا عايز ادرس كام مود شيب. يعني زي ما قلنا قصه الموتور ديت. قصه تاني، ان انت مثلا تعمل مثلا تخش في الهارمونيك ريسبونس والترانزيانت اناليسيز والاكسبليسيت داينامكس والقصه دي كلها والثيرمال والقصه دي كلها. تاني، السيستم ده لو حطيته في خط انتاج عادي خالص، اقول لك والله انت مش محتاج تدرس الاكسبليسيت داينامكس، انت مش محتاج تدرس التصادم، لان هو هيبقى ثابت مكانه في خط انتاج، السيستم ده مش هيتحرك ويخبط في حاجه. فمش ليه تدرس التصادم بتاعه؟ السيستم ده بقى لو اتحط في عربيه، لا انت لازم تدرس التصادم، لازم، لان العربيه دي معرضه في اي وقت من الاوقات انها لا قدر الله تعمل حادثه وتخش في حيطه ولا تعمل حادثه، فانا محتاج ادرس التصادم بتاعي. وهيخش معاك بقوه هنا الاكسبليسيت داينامكس. طيب، حاجه تاني، لو السيستم، نرجع برضو للسيستم ده، السيستم ده مثلا في نفس خط الانتاج لو بيتعرض للحراره، فانت محتاج برضو تخش تدرس الثيرمال اناليسيس، والثيرمال تربطها بالاستاتيك والدايناميك علشان تشوف السيستم ده سيف من وجهه نظر الاستاتيك اناليسيس والثيرمال والدايناميك اناليسيس. اللي انا بحكي فيه كله ده اسمه المالتي ديسيبلين او المالتي فيزيكس. انت اللي بتحدد الكونسترينز بتاعه الديزاين بتاعتك او اعتبارات الديزاين بتاعتك. انا عندي سيستم
والله البرنامج بتاعك مش هيقول لك والله ان السيستم بتاعك ده لما تدي له الكات فايل هيقول لك لا انت محتاج تعمل ستاتيك ودايناميك واكسبليسيت لا مش هيقول لك. هو ما يعرفش. فانت النو هاو هنا هي اللي بتقول لك انت محتاج تعمل ايه، او محتاج ايه الاناليسز المفروض ان انت تعملها للسيستم ده. بس كده. فلو عندكم اي سؤال تاني ممكن تقولوا ونجاوب عليه ان شاء الله في فيديو زي. السلام عليكم.